كان هناك رجل يدعى محمد، كان يعيش حياة مليئة بالخطايا والتصرفات السيئة. كان يعمل في عالم الجريمة وكان يمارس السرقة والاحتيال بشكل منتظم. لم يكن لديه أي مبادئ أو قيم أخلاقية، وكان يعتقد أن الحياة تتمحور فقط حول تحقيق المكاسب الشخصية. في أحد الأيام، أثناء قيامه بواحدة من عمليات السرقة، وقعت له حادثة غير متوقعة. تعرض لحادث سيارة خطير وأصيب بجروح بالغة. تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، وكان يعيش بين الحياة والموت. خلال فترة تواجده في المستشفى، بدأ محمد يتأمل في حياته وأعماله السيئة. شعر بندم عميق وأدرك أنه كان يسير في الطريق الخاطئ. أدرك أن تلك الأفعال السيئة كانت تؤثر عليه وعلى الآخرين بطرق سلبية، وأدرك أنه بحاجة إلى تغيير. عندما تعافى محمد وخرج من المستشفى، قرر أن يتوب ويعيد بناء حياته. قرر أن يترك الجريمة ويسعى للتحسين الذاتي. بدأ بالتعاون مع منظمات محلية لمساعدة الشباب في الاندماج في المجتمع وتعليمهم قيم النزاهة والأخلاق. أصبح محمد نموذجاً للتغيير. قصته انتشرت في الأحياء المحلية وألهمت الكثيرين. بدأ العديد من الشباب الذين كانوا في طريق مماثل بالتوبة والسعي لحياة أفضل. مع مرور الوقت، أصبح محمد رمزاً للأمل والتحول الإيجابي في المجتمع. تمنحت له فرصة للعمل في منظمات غير ربحية لمساعدة الآخرين وتوجيههم نحو الطريق الصحيح. بقدر ما كان محمد يعتبر نفسه مجرماً سابقاً، أصبح الآن رمزاً للتوبة والنجاح. قصته تذكرنا بأهمية الاعتراف بالأخطاء وتغيير مسار حياتنا نحو الأفضل.